السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصي بقى يا قمر، عايزه تشوي فراخ والفرن عندك بايظه والشوايه بايظه. طب ولا يهمك، بصي بقى يا قمر، الفراخ دي انا عاملاها من غير فرن. ايه رايك بقى؟ انا شاويه الفراخ دي من غير فرن. بصي شكلها ومنظرها واحلى ريحه، وبصراحه تجنن، وتنفع كمان في العزومات. بصي لو عايزه تعرفي الطريقه تابعي معايا الفيديو. بصي بقى، هنا معانا الفرخه بتاعتنا مغسوله كويس جدا زي ما انت ما شايفه. معانا هنا 3 بصلات كبار احنا مقطعينهم جوانح. الخطوه دي يا جماعه مهمه جدا، ويا ريت تكتري البصل بيخليه مسكر وبيدي طعم جميل. معانا هنا توابلنا ملح وفلفل وبهارات فراخ وواحده ماجي، ومعانا توم باودر. خلاص، هنقلب كل التوابل دي في بعضيها وهننزل عليها بالبصل. اهي، هتنزلي بالبصل وهتدعكي بايديكي بقى. بصي البصل بالتوابل بايديكي، هتبداي تدعكي. الخطوه دي مهمه جدا يا جماعه. خلاص، هنبدأ ندعك فيها كده. صلوا على النبي يا جماعة. خلاص، هتبدأي تمسكي بقى الفراخ بتاعتك وهتبدأي تدعكي البصل بيها. اهي، هنمسك حتة حتة من الفراخ وهندعك البصل في حتة الفراخ زي ما انتم ما شايفين. وتدخلي بقى بين الجلد وزي ما انت ما شايفة كده. خلاص، وهنسيبها بقى في التتبيلة على الأقل نص ساعة. خلاص، زي ما انت ما شايفة كده. لو مستعجلة عليها مش أقل من نص ساعة. هنسيبها ونشوف بقى هنعمل ايه. هنجيب هنا الحلة بتاعتنا وهننزل بمعلقة سمنة كبيرة وشوية زيت. هتاخدي بقى قطع الفراخ بتاعتك وهتبدأي تنضفيها من البصل زي ما انت ما شايفة. وبصي لازم تبقى على نار عالية، لازم الخطوة دي مهمة جدا. لو نزلتيها على نار هادية الفراخ هتنزل ميتها ومش هتتحمر معاكي خالص، لازم تبقى نار عالية جدا. خلاص، هتاخدي بقى قطع الفراخ بتاعتك اهي، وهتنزلي بيها بالطريقة دي اللي انت شايفاها. اهو، بسم الله. اهي بصي، على نار عالية، اوعي تهدي النار في الخطوة دي. اهي بصي ابتدت تاخد معانا اللون، وعايزه اقولك ان الكاميرا فعلا ظالمه اللون بجد. اهي زي ما انت ما شايفه، بسم الله ما شاء الله. اهي، عايزه اقولك ان الريحه بصراحه تجنن. بصي، هنبدأ بقى ايه نقلب فيها كده، وبرضو النار بتاعتنا عالية، اوعي تهدي النار خالص لغاية ما تاخد اللون على الوش التاني، عشان ما تنزلش معانا المية بتاعتها خالص. اهي، خلاص. بصي بقى، خدت اللون الجميل اللي انت شايفاه ده. البصل بتاعنا بقى اللي احنا كنا داعكين بالفراخ هنبدأ ننزل بيه في الحلة اهو على الفراخ. في الخطوة دي بقى يا جماعة لازم تهدي النار في المرحلة دي. خلاص ان الفراخ بتاعتك اتحمرت هتهدي النار خالص. علشان ايه؟ اهو، نار هادية عشان البصل يبدأ ينزل المية بتاعته والفراخ هتستوي ايه في مية البصل. خلاص، هتغطي بقى عليها وتسيبيها لمدة ربع ساعة على الأقل، لغاية بصي ما تبصي البصل نزل المية بتاعته. شايفين اللون الجميل ده؟ هي دي بقى المية بتاعت البصل اللي الفرخة هتبدأ تستوي فيها. خلاص تمام كده، هنسيبها بقى شوية تاني. خلاص، معانا هنا معلقة صلصة هننزل بيها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وهنقلب الفراخ بتاعتنا. بصي بقى، ركزي بقى وانتي بتقلبي، يا ريت تقلبيها بالراحه عشان الفراخ بتاعتك ما تتكسرش. خلاص، وملحك بقى انت تكوني مظبطاه. احنا طبعا داعكين البصل بملح، بس لو احتاجت يا ريت تحطي. اهو، بسم الله. خلاص، بصي بقى، هتجيبي معاكي هنا نص ليمونه. بصوا شكلها ومنظرها، شايفين الصوص اللي هي اصلا بتستوي فيه يجنن. بصي الليمونه دي مهمه جدا. وهنا بقى خلاص هي كده داخله على التسويه. معانا قرن فلفل رومي احمر وواحد اصفر وطماطمايه. خلاص، هي هنا خلاص تقريبا داخله على السوا 10 دقايق وهنطفي عليها. بصي بقى يا قمر، بصي المنظر، ايه رايك في شكلها وطعمها يجنن؟ يا ريت بقى تجربيها وتقولي لي رايك فيها ايه. بصراحه تستاهل التجربه في منتهى الجمال. ويا ريت لو عجبك الفيديو تشتركي في القناه، واستنوني في فيديو جديد. والسلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا.